رحت فرح جوزي ورقصتله على 1:30 وخليتها ليلة ما تتنسيش أبدا. وبس اللي حصل في الآخر كان صدمة. لقيته بيقولي بقولك ايه، مش التغيير مطلوب؟ اه طبعا يا حبيبي التغيير مطلوب. فانا بصراحة كده قررت تغير ايه بقى بالظبط؟ قولي انت ناوي تغير ايه، يمكن اساعدك. قالي يعني هو انت يا حبيبتي مش تعبانة من شغل البيت؟ تعبانة طبعا، هو في وهقول لك يعني ما بتعبش من شغل البيت؟ كلنا بنتعب من شغل البيت. قال لي طب ما انا بقى قررت بقى ان انا ايه، اريحك. هتعمل لي ايه بقى يا حبيبي؟ هعمل لك ايه رأيك كده لو جبتلك واحدة تساعدك في شغل البيت؟ تساعدني في شغل البيت ازاي يعني؟ وتجيبها لي بصفة ايه، خدامة يعني؟ لا خدامة ايه، لا إيه، عيب خش في الموضوع على طول. اصلي بصراحة كده يا حبيبتي انا ناوي اتجوز. نعم تتجوز؟ يا عم روح كفي بيتك الاول وبعد كده يبقى قول ان انت عايز تتجوز بلا نيلة. قال لي ايه ده، في ايه، انت ازاي تتكلمي معايا كده؟ قلت له وما انت عايزني اتكلم معاك ازاي؟ جاي تقولي عايز تتجوز واسكت لك ولا ايه؟ لا يا حبيبي ما ينفعش، فكر بس انت فيها كده وشوف بقى انا هعمل فيك ايه. قال لي ماشي. سكتنا على الموضوع وانا طبعا عارفاه عينه زايغة، عينه باشية كده مع كل ست يلاقيها معدية من قدامه، ده ناقص عينه تدخل جوه هدومهم. وراجل عينه زايغة أصلا، ما أنا عارفاه من زمان، بس كنت بقول يمكن يتعادل. بس أقول إيه، ده للكلب عمره ما يتعادل. يلا ملحوقة. المهم قلت بقى أنا هخليه يشيل الفكرة دي خالص من دماغه، جواز ايه وكلام فاضي ايه، ما ينفعش. قال يتجوز عليا انا؟ ليه ان شاء الله، ناقصني ايد ولا ناقصني رجل؟ ده انا حتى زي القمر. وما ينفعش انه يتجوز عليا انا. امال هو ساب للبنات التانية ايه؟ كنت طبعا عمالة افكر مع نفسي وعمالة اخطط انا ممكن اعمل معاه ايه علشان خاطر